صباح الخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي يوتيوب. ايه ده؟ دي تورته؟ لا دي رقاق. لا دي ايه؟ دي كان عندي عيش تورتيه عشان باله كتير ممكن يبوظ، قلت اعمله، بس ممكن تعملوا بشامي او بلدي ما تفرقش. وفي الحشو تعملوا اي حاجه. شوفوا عندي مشروم، انتم عارفين ان المشروم بغسيله، اعمل له ميه فتره واعمل نقطه تاع الخل واشيله رجل. الرجل مش بالنسبه لي انا ما نحبش الرجل، ولا اشيله القشره، نشيلش القشره عشان ده شامبينيون تاع باغي ما بيشربش مويه. في شامبينيون انواع واشكال، بس ده ما بيشربش مويه. انا غسلته بالميه والخل، نقطه خل مش كتير. ودلوقتي انا هقطعه. شوفوا نشفته بورق تاع المطبخ ودلوقتي هقطعه. ولا افضل اصور لكم كده احسن. انا هقطعه سلايس، حوريلكم اقطعه سلايس بالقشره تاعو. صدقوني بيجي تحفه. دلوقتي المشروم فيه موجود. بعد ما قطعته جبت حته برك تاع الفراخ، تاع صدور الفراخ، هقطعها صغيره. لو ما عندكم صدور الفراخ ممكن تجيبوا ورك او وركتين وتفصصوها وتقطعوها، بس الورك بياخد وقت عشان يستوي. الصدر تاع الفراخ احنا نقولوا الدجاج، الفراخ نقولوا له دجاجه. بيستوي على طول. فوالا قطعها صغيره. يجي واحد الكيكه تاع مالح تحفه. ولا اقطع صغير خالص، قطعته شويه كبير اقطعه. عندي فلفل غسلته وشلت له البذر وحقطعه بالمقص احسن. لو كان كنت هاخده صغير خالص راني قطعته بهذاك الكبه، بس ده عايز يبان. ولا العيش تورتيه هاوليك بالو اسبوعين في الثلاجه، بنتي جابتو ممكن بعدين يخسر ونرميه، قلت والله نعمله زي العيش الشامي. نوت بروبليم. العيش الشامي بدل ما نعمل تاكوس افضل اعمل كيكه تاع المالحه. قربوه بالعيش الشامي وحتشوفوا النتيجه. دلوقتي جبت حله، حاعمل معلقتين كبار زيت وحاعمل معلقه زبده. فوالا بسم الله على بركه الله. معلقه كبيره تاع الزبده وخليها تسيح. بعد ما يبدا يغلي انزل عليه بصله متوسطه. انا نحب الحمراء عشان عندها طعم كده مسكر وتتحمر على طول. انا حخليها احنا نقولوها سو، يعني تتبال. بالجزائريين نقولوا تتبال، مش تتحمر زي تاع الكشري، لا تتبال. فوالا بعد ما تبالت اعمل ايه؟ تيجي تحفه. انزل عليها المشروم الشامبينيون واخليه هو كمان يتبال. فوالا اقلب كويس قوي، ما نعمل لا مويه لا ولا حاجه. اعمله على نار واطيه واخليه يدبل. بعد ما دبل شوفوا على طول انزل الفلفل، فلفل رومي، الفلفل كما نقولوا طرشي عندنا في الجزائر. عندي واحد احمر، كان اخضر رقع احمر، قلت اقطعه يلا يعتبر الوان. فوالا بعد ما خلصت كل ده انا اصلا عندي انزل الفراخ. بصوا عايزين تعملوا فراخ تعملوا، عايزين لحمه مفرومه تعملوا، مش عايزين تعملوا ولا حاجه ولا حاجه. بصل وقوطه ممكن تقطعوا قطعيه شويه ناشفه وتقطعوها، وعندكم بصل وقوطه وشويه صلصه، تيجي لكم حشو. تعملوا حشو. انا كان عندي صدر قطعته وعملته. نعمل شويه ملح، شويه بابريكا، توابل على حسب الرغبه، شويه دي اعشاب ايطاليه. بس اعشاب ايطاليه هي ايه؟ هي زعتر، ده بقدونس وكزبره. الاعشاب الايطاليه هي ايه؟ هي الزعتر والروزماري وريحان، تضربوهم مع بعض يولي اعشاب ايطاليه. شوفوا ده زعتر فريش، انا عندي فريش حفصصه، والعشب اسيبه عشان حضربه في الكبه يولي زعتر. اعمل شويه فلفل اسود. فوالا
وشويه جوز الطيب يدي طعم سبيسيال. جوز الطيب تحفه. وقلب كله مع بعض. ممكن تزودوا شويه صلصه. دي الكريمه اللباني حتلقاوها في القناه. بعملها بسرعه، كانت في الفريزر طلعتها دلوقتي كده كده حتسيح. بعملها ازاي؟ كوبايه صغيره حليب، نفس الكوبايه ونص زيت، واعمل فص مثلثات اتنين تاع الجبنه، واضربه بالهاند بلندر يولي كريمه لباني. دلوقتي جبت ورقه زبده، وجبت القالب تاع التورته. أطبقوا على أربعة، ثم عملوا مثلث في النص تاع القالب، وأقطع. المهم أنا ما عرفتش أقطع كويس، فوالا، وأدخله في المول، في القالب. كان ممكن أشيل شوية، بس ما يفرقش، ما يضيقش عادي، ولا حيقطع ولا حيعمل ولا حيسيب الصوص تطلع. ولا أدخل التورتية أو شامي أو بلدي، وأعمل شوية تاع الصوص. الصوص بردت، أعمل شوية تاع الصوص. وانتم عارفين بعمل موزاريلا في البيت، طلعتها هي كمان كانت مجمدة، فكت شوية. دلوقتي هعملها، أعمل شوية موزاريلا، وعندي شوية شيدر كمان. أعمل دا في دا، وأنزل دا كمان، نفس الموضوع، لحد ما الحشو ده يخلص. او تعملوا غير طبقة واحدة، مش لازم 3 طبقات، على حسب العيش. والله العظيم حتاكلوا أكلة ما فيش بعديها، ولا حتحسوا بلي عيش تورتيا ولا عيش، ولا حتحسوا. حيجي لكم كأنه لازان ولا. وتجيبوا شوية كاتشب وشوية مايونيز وشوية مخلل، تاكلوا من هنا تروحوا تناموا من هنا. تحفة، تري تري بون، ديليسيو. فوالا خلصت. نزيد كمان وش كمان تاع فوالا تاع العيش. واعمل كمان بركة، والله بالبركة. شوفوا صدر تاع فراخ واحد واش عمل. نعمل كي امبي، كطاو البصل. لامبي كي كان يعمل كي يعمل الفيلم، كي وصل الساندويتش تاع الكبده، قال له كتروا البصل عشان يجيكم حشو كتير. فوالا دي اخر وش. شوفوا انا عملت لكم صلصه تاع البيتزا. يا تعملوا صلصه تاع البيتزا، انا بعملها في الفريزر، كل ما احتاجها افكها واعمل، وبعدين ارجعها في الفريزر. يا تعملوا صلصه تاع البيتزا، يا تعملوا صلصه هذه، صلصه مصبره، يعني لا صوص طومات، صلصه العاديه، وتعملوا عليها جبنه موزاريلا. وهذيك هي فوالا موزاريلا. كنت عاملها عملتها في علبه. انا بعملها في البيت واسيبها في الفريزر. كيلو حليب يدي لي كيلو 600 غرام موزاريلا. شوفوا، دخلتها في الفرن على 180 من فوق ومن تحت. شوفوا ما شاء الله، الله اكبر. بس والله العظيم حتاكلوا حتدعوا لي، اقسم بالله. حاجه سبيسيال، تري تري بون. سورتو لو جبتوا كاتشب ومايونيز كأنكم في مطعم 5 نجوم. أقطعها بسم الله، تتقطع بسهولة، حتعملوها على طول بالعيش الشامي، تطلع تحفة. شامي بلدي، بس تعملوا تفتحوا على 2، تعملوا كل وش تعملوه في. شوفوا طلع ازاي، تخي تخي بون، تاكل على طول ما قعدش. فوالا
اعمل شويه كاتشب. فوالا، كاتشب الواحد يعمله في البيت انظف، عشان بعمل له كرامفل يجي تحفه، يدي طعم سبيسيال. فوالا حبايبي، جربوا الوصفه واكتبوا لي كومنت. ما تنساوش اهم حاجه تدعموني، سبسكرايب ولايك وشير. يعني تعلمت الكلمه شير، وما بعرفش يعني ايه شير، يعني انتشر. وان شاء الله الوصفه تعجبكم. ما تنسونيش حبايبي، ان شاء الله تقربوها وتقولوا لي ايه رايكم. واشوفكم ان شاء الله على خير في الوصفه الجايه. اعملكم وصفه زيدي ان شاء الله، وصفه سهله واقتصاديه. فوالا، شوفوا، ها، سبسكرايب ولايك وشير. وما تنسوش تدوسوا على الجرس عشان كل حاجة ينتشر. وأقول لكم باي باي، مع السلامة، باي باي.